دلوقتي احنا هنشوف تقرير مميز جدا عن الطاحونه، وهي اسمها طاحونه القطه السوداء. يعني هتلاقي رسمه كده في التقرير. تعالوا بقى نشوف ايه الدنيا، ايه اخبار الطاحونه ديت. صباح الفل. والطاحونه الوحيده اللي موجوده في العالم اللي بتطحن الالوان. يلا بينا. الطاحونة القديمة أقدم طاحونة في هولندا، والنسخة الوحيدة في العالم. سافرنا مخصوص عشان نكتشف قصتها. زي ما احنا شايفين الطريقه التقليديه القديمه جدا اللي موجوده منها، ودي كان بيطحنوا فيها الحبوب الالوان اللي كان الرسامين زمان زي فان كوخ مثلا بيرسموا بيها اللوحات العالميه بتاعتهم. تعالوا نشوف ايه حكايه الطاحونه القديمه وازاي كانت بتشتغل والداينامكس بتاعتها وكل التفاصيل بتاعتها. يلا بينا. صباح الفل. زمان جدا، ويمكن أكتر من 300 سنة، والطاحونة دي كانت بتطحن الحبوب لاستخراج منها الألوان اللي كان بيستخدمها الرسامين في أشهر لوحاتهم اللي أبهرت العالم كله، زي فان جوخ ومايكل أنجلو وغيرهم. ولغاية دلوقتي الطاحونة دي شغالة وتحولت لمزار سياحي. دخلنا الطاحونة من جوه وشوفنا بتشتغل ازاي، وطلعنا السلالم الخشب القديمة. كل حاجة حواليك قديمة وعتيقة جدا، ولقينا جوه ناس كتير جاية برضو تشوفها زينا. الطواحين الهولنديه سبت الناس كلها في الزياره وطلعت فوق اعلى الطاحونه، سلم خشب طويل وصلني لاعلى نقطه موجوده في الطاحونه فوق. وطلعنا لقمه الطاحونه من فوق وشفنا الريف الهولندي كله من فوق. فعلا تجربه مميزه جدا، وننصح بزيارتها لما تروح الريف الهولندي في هولندا. وفي نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك. واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. مع خالص تحياتي واشوفكم بكل خير.